السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. قبل أي حاجة يا جماعة لازم نترحم على إخواتنا وشهدائنا، ربنا ينصرهم يا رب. نقرأ لهم الفاتحة ودقيقة على أرواحهم، مش كتير عليهم طبعا. الواحد نفسه يقدم أي حاجة بس مش قادر. كمان أنا ما كنتش بقدر أنزل فيديوهات، غير إن الفيس كمان زي ما احنا عارفين بيحظر أي فيديوهات تخص الموضوع ده. ربنا ينصر إخواتنا يا رب. هنعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة بربع كيلو بانيه، ونبدأ مع بعض الوصفة بسرعة. وكمان أنا مش هكتر عليكم بسبب غلاء الأسعار. بربع كيلو بانيه هنعمل وصفة تغدي البيت كله. يلا نشوف هنعمل وصفة ايه وبمقادير ايه معانا. زي ما احنا شايفين كده، ربع كيلو بانيه ومعاه سر الخلطة أو سر الوصفة هي قطعة الدهن اللي احنا شفناها دي. هناخد بقى في الوصفة دي طعم مدخن حلو قوي وطعم مميز. اللي مش حابب الدهن يقدر يستغنى عنه. قطعنا قطعة الصدر معانا بالشكل ده، هتعمل معانا بالظبط ربع كيلو بانيه. عايزة تجيبيه جاهز مفيش أي مشكلة. جهزنا الوصفة بالشكل ده ومقاديرنا وطريقتنا. يلا بينا على طول نجهز ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقاديرنا بسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده. عدد بصلاية كبيرة، ومعاها 4 5 فصوص توم، ومعانا 4 حبات من الفلفل الأخضر البلدي بتاعنا، وكمان الصلصة زي ما شفنا، وكيلو بطاطس ونص كيلو كوسة. على طول على الطاسة بالشكل اللي احنا شفناه ده حطينا قطعة الدهنة ونزلنا بفصوص التوم. يبقى أول حاجة إحنا هنعملها هننزل بفصوص التوم سليمة زي ما إحنا شايفين كده. أنا هنا بوفر على نفسي دق التوم والكلام ده. هي بالوقت أنا ما بحطهاش، لو أنا دقاه ما بحطهاش من الأول، فأنا بضطر دلوقتي أحطها من الأول علشان تدوب معانا وأريح نفسي من دق التوم. حابة زي ما قلنا تحطيها مهروسة على طول، تحطيها بعد البصل. نزلنا بالثوم ونزلنا بالبصل المتبل، ده سر وصفتنا. البصل متبل زي ما احنا شايفين كده. هياخد تقلبتين مش هيلحق يصفر. وعلى طول احنا شايفين فصوص الثوم سليمة اهي واخدة لون. هننزل بقطع البانيه بتاعتنا. انت الوصفة دي ممكن تعمليها بقطع البانيه كده، ممكن تفرميها وتعمليها زي عصاج اللحمة، ممكن ما تحطيش بانيه خالص. الوصفة في حد ذاتها الخضار بس كده حلو قوي. وهنا الفراخ لازم تاخد صدمة معانا بالشكل ده. يعني الزيت والسمنة بتاعتك اللي انت حطاهم في الطاسة لازم تكوني مسخناهم حلو قوي، وبعد كده تنزلي بقطع البانيه بتاعتك علشان تاخد صدمة. زي ما احنا شايفين كده خلاص نزلنا بقطع البانيه وخدت الصدمة. نبدأ بقى ان هي تاخد اللون خلاص، نبدأ نقلبها على الناحية التانية. فصوص الثوم زي ما شفناها بتتهرس بالمعلقة واحنا لسه في اول الوصفة. ده دليل ان مفيش اي مشكلة، حطي فصوص الثوم سليمة هتبقى حلوة معاكي. هنركن البصل، الصينية بتاعتنا اللي هي الصينية المربعة، هنركن البصل على جنب. مش هيتأثر ولا هيستوي ولا أي حاجة، وبس هيبقى واخد سخونة بسيطة كده. هنركنه وناخد مكانه. يبدأ بقى اللي هو زي ما احنا شايفين كده اللون ده يبدأ يكرمل معانا مكانه كده مع الفراخ. هيدي طعم حلو قوي ويدي لون حلو قوي. حابة ان انت تحطي دبس رمان حطي، هيديكي برضو طعم كويس. حابة تكرملي معلقة سكر صغيرة مع الفراخ في الوقت ده كرملي. بس انا بكتفي بالسكر اللي نازل من البصل والكرمله ديت، فبتبقى حلوه قوي. هنزل بالبطاطس بتاعتي زي ما احنا شايفين كده في الاول، هاخدها تقليبه بسيطه، وبعد كده بالكوسه معاها على طول. انا مش هاخر على الكوسه، هنزلها ورا البطاطس على طول. يعني انتوا ملاحظين خلاص البطاطس ما خدتش لون، انا ما اخرتش عليها، خدت تقلبتين بس كده. ونجهز بقى نص قالب مرقة دجاج، مرقة لحمة الموجود زي ما احنا شايفين كده، علشان احنا مش عاملينها بشوربة، فدوت كده يدي معانا طعم ومكترش مرقة الدجاج. الوصفة دي في 10 دقايق هتغدي البيت كله ومش لازم لحوم. قلنا بربع كيلو بانيه بس. حتى كمان ممكن تعمليها خضار بس في حد ذاتها كده، هي حلوة جدا ومفيدة وكاملة العناصر الغذائية. طب واللي ما بياكلش الكوسة، احنا بالوصفة دي بنحاول نحط كده حاجة بسيطة بس من الكوسة، مش هتبان. حتى لو رافضين فكرة ان هم ياكلوا كوسة بس حتى لو بسيطة، احنا نقدر نحط لهم البطاطس اللي اتعملت مع الكوسة وواخدة فوائدها طبعا.
كده نبقى حطينا خلاص التوابل بتاعتنا، حطينا شوربة تمام مفيش مشكلة الموجود، ونبدأ بقى ننزل بالطماطم، وطبعا ممكن إضافة بابريكا. هنقلب بقى الطماطم مع الخضار بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونسيبه بقى على النار 10 دقايق كده لغاية ما الخضار يبدأ يستوي معانا. بمجرد ما الطماطم تبدأ تتسبك معانا وتتقل، هنبدأ بقى نحطها في الفرن. طبعا احنا كنا مخرجين البانيه بتاعنا اول ما خد لون زي ما شفناه في اول الوصفة، وكملنا الخضار زي ما احنا شايفين بالشكل ده. مش هتاخد وقت معانا ومش متعبة، والخضار مفيد، وكده احنا حاطين خضار كتير فهتبقى مفيدة جدا للأولاد. اللي وصل معايا للوقت ده في الفيديو يا ريت ما يبخلش عليا بلايك او باشتراك لو لسه ما اشتركش في القناة، واتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وهتبقى بالشكل زي ما احنا شايفين مع بعض كده بدأت تتسبك اهي. كل ده انا بعملها على عيون البوتاجاز ما دخلتهاش الفرن. مجرد ما هي تبدأ بقى تتسبك بالشكل ده، نجيب بقى قطع البانيه اللي احنا كنا مكرملينها مع البصل واستوت معانا. هي كان فاضل لها سنة بسيطة جدا على السوا، يعني تعتبر السوا بتاعها خلصان. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لو الصلصة تقيلة من ناحية وناحية تانية لا، لو الصينية عندك كبيرة شوية او لو ركنت معاكي مفيش اي مشكلة خالص، تقدري تقلبيها عادي خالص. هنبدأ نرص قطع البانيه بتاعتنا وندخلها الفرن. هنا بقى انا عايزة اتكلم معاكم في قصة الزرعة دي. احنا لو تفتكروا او المتابع معايا في فيديو صينية الكوسة، كل اللي ما شافهاش انا هنزل لكم بالرابط دلوقتي، تقدروا ترجعوا تشوفوا الفيديو ده، والوصفة دي حلوة قوي وهتعجبكم، وبرضو فكرة جديدة للكوسة وكمان تنفع لأصحاب الرجيم. قصتنا بقى في الزرعة دي زي ما احنا شايفين مع بعض، شوفوا كده وهي لسه في أولها، وأنا كنت لسه جايباها خضرة وحلوة قوي ازاي، وشوفوا دلوقتي دبلت ووقعت ونشفت ازاي. طبعا انتوا هتلاحظوا ان الطينة بتاعتها مكانها مية مندية اهي. وبصوا انا برضو بكب قدامكم مية تاني عشان اعيد معاكم الفكرة. طب هي الفكرة ايه؟ الفكرة ان هنا الزرعة ناشفة وانا كبيت عليها مية. هل المية دلوقتي، ده سؤال لينا كلنا، هل المية دي دلوقتي هتقدر تعمل الزرعة دي حاجة بعد ما نشفت؟ طبعا زي ما احنا عارفين لا، مش هتقدر تعمل حاجة. الكلام ده هدفه ايه او لازمته ايه؟ ما احنا عارفين طبعا ان الزرعة نشفت خلاص. فكرتها ايه؟ فكرتها هنا ان انا عايزة اوصل لكم حاجة مهمة جدا، ان كل الحاجات الحلوة في حياتكم بتبقى زي الزرعة الخضراء اللي احنا شفناها مع بعض كده. طب ليه ندبلها ونموتها كده؟ نرجع نديها الاهتمام والحب والرعاية بعد ما تموت، زي ما سقينا كده المية بعد ما ماتت مش هيعمل لها حاجة. اي حاجة حلوة في حياتكم خلي بالكم عليها. يلا بقى ما اطولش عليكم ونشوف الصينية بقى شكلها ازاي. احلى صينية كوسة بالبطاطس حلوة قوي هتعجبكم، والولاد هيستفيدوا بفوائد الكوسة حتى لو ما أكلوش كوسة. اعملوها إن شاء الله تعجبكم، حتى كمان من غير لحمة من غير فراخ. لو ما فيش غير قطعة فراخ بس ربع كيلو هتقدروا تعملوا الوصفة. ولو ما فيش خالص الوصفة نفسها صينية خضار كاملة حلوة قوي. هنا أنا كنت بشوف معاكم أهوت الفراخ البانيه اللي احنا عملناها اللي كانت مكرملة، أما دخلناها الفرن بالشكل ده الوش بتاعها كريسبي كده حلو قوي، وهتبقى هي من جوه طرية معانا مش هتبقى ناشفة، وهتبقى من جوه جوسي كمان وهتبقى حلوة وهتعجبكم إن شاء الله. نشوف بقى البطاطس مع بعض ونشوف الكوسة وسواهم وطعمهم عامل ازاي، وهنقدمها مع بعض كده مع الرز أبو شعرية أو الرز الأبيض زي ما انتوا حابين. بالشكل ده شايفين لونها قد ايه حلو، مع اننا هنا مش مكترين الطماطم فيها. كمان هتبقى خفيفة قوي ومناسبة معانا ان احنا ما ناكلش حاجة دسمة، وكلنا صينية خضار اهيت كاملة العناصر الغذائية. هتتقدم بالشكل الحلو ده، شايفين شكلها قد ايه جميل معانا. قطعة بانيه واحدة على الطبق مع الخضار، هتبقى وجبة متكاملة جدا ومفيدة معانا. قدموها بقى بالطريقة اللي انتوا حابينها، هتبقى بالشكل الجميل قوي ده معانا. والصلصة كمان زي ما احنا شايفين كده مع الرز بتدي طعم حلو قوي، هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وادي الرز معانا اهوت مفلفل
والبطاطس كمان مستوية معانا وواخدة سوا مظبوط، والكوسة كمان معاها والميكس بتاعهم والخضار كله طعمه حلو قوي، وعملنا وجبة كاملة العناصر الغذائية وما تكلفناش فيها كتير. لو الوصفة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، وكمان يلا شير ولايك. دمتم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.